السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل صحه وبافضل حال، اللهم امين يا رب. الفيديو دوت موجه مخصوص للطلاب اللي في تانية ثانوي وداخلين تالتة ثانوي. شويه نصايح والله العظيم كان نفسي حد يقولهم لي وانا داخل تالتة ثانوي. انا والله العظيم جايب لك الخلاصه خالص، كان نفسي بجد حد يقول لي النصايح دي. انا هقولهم لك دلوقتي، فركز كويس جدا فيهم وامشي وراهم، لان والله العظيم لو ما مشيتش وراهم ممكن تندم وممكن تضيع نفسك. عشان خاطري ركز كويس جدا. اول نصيحه هقولها لك هي ما تبداش دروسك قبل شهر 8. اوعى تقول ده انا هبدا في شهر 7 عشان مش هلحق ومش هخلص والكلام ده كله. صدقني والله العظيم لو عملت كده هتضغط نفسك على الفاضي وهتلاقي نفسك بتتعب وما بقاش عندك طاقه في نص السنه. فاوعى تعمل كده، السنه طويله، ابدا في شهر 8 عادي جدا مع زمايلك، بس عشان خاطري اوعى تبدا قبل شهر 8. تاني نصيحه هقولها لك، اوعى تاخد في الماده اكتر من درسين، هتاخد في الماده مع اكتر من مدرس عشان ما تشتتش نفسك. خد في الماده هو درس واحد، وفي اخر السنه يبقى خد درس تاني في الماده. لو في مثلا ماده خلاص انت بقى واقع فيها ومش فاهم، او مثلا حابب تراجع اكتر، يبقى خد في اخر السنه، مش دلوقتي، في اخر السنه او بعد نص السنه قرب شهر 3 كده، يبقى خد مع مدرس تاني عشان تحل اكتر. بس تالت نصيحه هقولها لك، لو انت هتاخد في سناتر ومثلا هتنزل للمدرس مش اونلاين، فانت حاول على قد ما تقدر تروح درسك بدري وتقعد في الاول عشان تفصل نفسك عن اللي حواليك، عشان تعرف تركز مع المدرس وتطلع باكبر قدر واستفاده من الحصه. بقى نصيحه اقولها لك، حاول المدرس اللي انت هتاخد معاه ما تاخدش معاه على اساس اسمه ده عفريت الفيزياء، ده دبابه الكيمياء. اوعى تاخد مع مدرس على اساس اسمه، ممكن تاخد مع مدرس مشهور جدا وما تفهمش منه. فحاول تاخد مع مدرس حتى لو على قده ومش مشهور قوي، بس بيتقي ربنا في شرحه وبيراعي ربنا وبيراعي ضميره. خامس نصيحه اقولها لك وبعتبر ان دي اهم نصيحه، حاول من دلوقتي تحدد انت عايز ايه، عايز علمي ولا ادبي؟ ولو انت علمي حاول تحدد انت عايز علم علوم ولا علم رياضه. ما تعملش زيي وتفضل شهر كامل اول شهر في ثانويه عامه مضيع نفسك ومش عارف تاخد دروسك فين. انا كنت فضلت اول شهر في ثانويه عامه باخد دروس علم علوم وباخد دروس علم رياضه الاثنين مع بعض، لان كنت مشتت نفسي ومش عارف احدد علم علوم ولا علم رياضه. فما تعملش كده ارجوك. حاول تاخد مع المدرس اول 3 حصص في الاول على الاقل وتحدد، لو انت فاهم منه كمل معاه، لو انت مش فاهم منه سيبه حتى لو مشهور. رابع حاجه عايزك تاخد بالك منها هي ان الدروس في ثالثه ثانوي مش زي ثالثه اعدادي خالص جدا. مش هتبقى الحصه فيها 3 طلاب وانت الرابع وانت النجم الساطع اللي فيهم، لا، ده هتبقى المجموعه فيها حوالي 300 طالب وانت مش معروف اصلا، وهتلاقي اصلا المدرس مش عارف اسمك. فما تستناش ان هو يمدحك او حد هيمدحك، لان المدرس اصلا ممكن ما يكونش عارفك ولا عارف اسمك. قول انك تظبط مواعيد دروسك على ايام الاسبوع ومواعيد الدروس بعضها ببعض. فحاول تظبط الدنيا مع نفسك وحاول تظبط دروسك كده اول باول، وابعد عن الجداول. ما تعملش جداول وتقول ده انا همشي عليه، حرفيا انت مش هتمشي على الجداول دي وهتعتبر هي مضيعه وقت على الفاضي. فحاول تظبط دروسك بس اول باول وظبط دنيتك اول باول. 9 نصيحه هقولها لك هي انك ما تاخدش في الماده اكتر من درس، تاني وتالت ورابع. اوعى تغلط غلطتي، ما تاخدش في الماده اكتر من درس. اوعى تفتكر ان كده شطاره. انا حرفيا في ناس كنت اعرفها بياخدوا في الماده اكتر من 3 دروس وما بيخشوش البيت حرفيا غير على النوم، كانوا فاكرين ان كده شطاره. ثانويه عامه مش بكتر الدروس، ثانويه عامه ان انت تاخد مع مدرس واحد بتفهم منه، بيلخص لك الدنيا وبيلخص لك الشرح وبيتقي ربنا وبيراعي ضميره، وان انت تكون بتفهم منه. انما حوار 3 دروس و4 دروس ده مالوش اي 30 لازمه، ده عباره عن مضيعه وقت على الفاضي. ثانويه عامه المهم فيها ان انت تذاكر اكتر ما انت تسمع لشرح او تسمع المدرس او الكلام ده كله، المهم ان انت تذاكر. حاجه اخيره عايزك تعرفها ان ثانويه عامه عباره عن 10 شهور، بتبدا في شهر 8 وبتخلص مذاكره في شهر 5 وفي شهر 6 بتبدا امتحاناتك. فانت حاول تقسم ال10 دروس دول عباره عن مراحل، وكل مرحله سيستم نفسك انت هتعمل ايه وهتذاكر ايه وهتبدا تراجع امتى وهتبدا تحل امتى. 10 نصيحة اقولها لك، حاول انك ما تعليش الانبوبة على الاخر علشان الغاز ما يخلصش. ايوه زي ما بقول لك كده، حاول من بداية السنة ما تذاكرش ال 24 ساعة في ال 24 ساعة او تاخد السنة جد جامد وطحن جامد، لا، ابدأ سنة عادية خالص. علشان لو عملت كده وبدأت السنة جد جامد هتلاقي نفسك على شهر 2 زهقت ومليت وما بقتش عايز تذاكر ولا بقى لك نفس تذاكر. ودي هتبقى بداية اهم مرحلة اللي هو من بداية شهر 2 شهر 3 دي، ده كده الجد.
انما قبل كده ده كله لعب عيال. خد سنه بتاعتك عاديه جدا وابدا عادي جدا، المهم ان انت تكون متحفز ومصحصح وما بتراكمش حاجه عليك. وعد تاني وتالت ورابع، اوعى تراكم حاجه عليك، خليك خفيف كده، ذاكر اول باول وانجز اللي عليك اول باول علشان ما تحسش ان الدنيا اتراكمت عليك وما تضيعش نفسك. ذاكر الجديد وبقى راجع شويه من القديم لو في وقت، ما فيش وقت خلاص يبقى تذاكر الجديد بس، وكده كده انتوا في وقت المراجعه هتراجعوا القديم. اخر نصيحه اقولها لك، حاول تدي لنفسك يومين او 3 في الشهر تراجع فيهم على كل القديم، وحاول وانت داخل السنه دي تبقى متاسس شويه في الرياضه والانجليزي. مش هقول لك لازم تبقى متاسس جامد و100 100، بس حاول على قد ما تقدر تبقى متاسس وتستغل الاجازه ما بين تانية وثالثه ثانوي، وتبص تسمع فيديوهات. مش هقول لك بقى تذاكر وتبدا من بدري، لا، يبقى اسمع فيديوهات على اليوتيوب بس لمجرد السمع، ولا تمسك قلم ولا كراسه، تسمعها كانك بتتفرج على فيلم بس كده، تتاسس في القواعد بتاعت الانجليزي وتتاسس في الرياضه، الكام تعريفات الكام قانون، الحاجات الاساسيه دي. واخر واهم حاجه هقولها لك، وحط تحت كلمه اهم نصيحه دي 20 خط، خليك مع ربنا. وحط تحت كلمه خليك مع ربنا دي 100 خط. اعرف ان مفيش حاجه هتنجحك ولا هتوفقك في السنه دي غير ربنا وكتر الدعاء. ادعي كتير على قد ما تقدر ان ربنا يوفقك، وذاكر واعمل اللي عليك. حرفيا عمرك ما هتنجح في السنه دي غير بتوفيق من ربنا. كان معايا ناس شطار جدا والمفروض يوصلوا، بس عشان ما كانوش مع ربنا وكانت نيتهم مش خالصه ان هم لما ربنا يكرمهم هيساعدوا الناس، فحرفيا ربنا خسف بيهم الارض في ثانويه عامه ومش نجحوا، رغم ان كانوا مش شطار جدا واشطر مني بمراحل. فحاول على قد ما تقدر وانت داخل السنه تخلص النيه لوجه الله، وتقول انا عايز اذاكر عشان ربنا يكرمني عشان اساعد الناس. خلي الحته دي في نيتك دايما، اخلص النية لوجه الله. ودايما زي ما قلت لك اوعى تفوت اي صلاة لايا كان السبب، ولا تقول لي بقى درس ولا دروس ولا حاول لو انت طول اليوم في الدروس ترجع، لو هتجمع الصلوات كلها بس لازم تصلي. وبس كده، ده بالنسبة للفيديو بتاع النهاردة. ما تنسوش تكتبوا لي عايزين الفيديو الجاي بقى عن مادة ايه. اشوفكم على خير، سلام.